سريعا كده فيديو سريع عن أهم خطوات المحارة ألا وهي الطرطشة. الطرطشة عشان تطلع مسمارية زي ما احنا شايفين كده وبتلمع، هنقول بتلمع ليه دلوقتي. خلاص، ليها مكونات. الأول المكونات بتاعتها 9 شكار أسمنت على متر مكعب رمل، بالإضافة طبعا بنحط عليها أديبوند 65، وبنضيف عليها وده اللي بيخليها بتلمع الفايبر مش أو البولي بروبلين فايبر من سي ام بي. خلاص طبعا بيلمع وزي ما احنا شايفين. طبعا ده بي يعني اقول لكم ايه يعني بيقلل التطبيل وبيزود التماسك، وحاجه محترمه جدا يعني. هي اضافه جيده جدا على مونة الطرطشه. خلاص، ده رقم واحد. رقم اتنين، زي ما احنا شايفين كده الصنايعي هنا بيثبت الشبك على بين الكاميرا وبين المباني، وطبعا نفس الامر في العمدان، بيثبت الشبك برضو بين العمدان الخرسانه وبين المباني. خلاص، عشان نمنع ظهور الشروخ الانشائيه اللي بتكون بين العمدان والمباني. وطبعا بيكون انت اصلا من البدايه في المباني بتكون رابط العمدان بالمباني بكانات مباني برضه. طبعا زي ما احنا شايفين التثبيت هنا بمسدس طلقات، لان ممنوع تماما استخدام مسامير الصلب لانها مش بتثبت. وطبعا مش هننسى برضه نستخدم الكيمنت او الفايبر الخاص بتاع سي ام بي، بنحطه على مواسير الفريون وكمان مواسير الكهرباء. دي اهم التركات اللي اخد بالي منها في المرحله دي.